المصدر ذاته أن باها كان يتفقد الموقع الذي توفي فيه القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي أحمد الزيدي الشهر الماضي غرقا داخل سيارته في الفيضانات التي عمت المغرب مؤخرا، ولم ينتبه باها للقطار حتى باغته. في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة عبد الله باها تعتبر خسارة سياسية كبيرة لحزب العدالة والتنمية وللحكومة المغربية التي يقودها عبد الإله بن كيران، وهي أيضا تعتبر خسارة شخصية لعبد الإله بن كيران، لأن عبد الله باها هو رفيق درب عبد الإله بن كيران. معا أسس حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ومعا ومع آخرين كالعثماني والدكتور الخطيب أسسوا أواسط التسعينات القرن الماضي حزب العدالة والتنمية. وكان الرجل معروفا بأنه يعمل في صمت، ورجل الملفات الحساسة في حكومة عبد الإله بن كيران، كما كان أيضا يشغل منصب نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهو الأمين العام طبعا هو عبد الإله بن كيران. ففي المحصلة وفاة عبد الله باها كما قلت تعتبر خسارة سياسية طيب، على كبيرة صعيد آخر يعني عبد المنعم، يعني عبد الله باها كنت بصدد أن أقوله، وهو أن عبد الله باها كان الجميع يعرفه بأنه ضابط الإيقاع داخل حزب العدالة والتنمية، وأيضا ضابط الإيقاع السياسي في العلاقات بين حزب العدالة والتنمية، العلاقات التي كانت صعبة نوعا ما بالنسبة لهذا الحزب في أوائل هذه العقد، في أوائل يعني في سنة 2000-2001 بين حزب العدالة والتنمية وبقية الأحزاب المغربية، بحيث أنه كان رجل التوافقات، وأيضا كانت له علاقات طيبة تجمعه بمختلف القياديين السياسيين أو النواب البرلمانيين في مختلف الأحزاب المغربية على اختلاف مشاربها الأيديولوجية. ولعل الدليل على ذلك أن الرجل وافته المنية وهو يتفقد المكان الذي توفي فيه أحمد الزيدي القيادي في الاتحاد الاشتراكي، والذي يعتبر معارضا لسياسة حزب العدالة والتنمية بالتوجه الإسلامي، إن لم نقل أنه كان يقف على النقيض. لكن عبد الله باها نعم، هذا ما كان معروفا عنه، وكما يجمع الجميع فوفاته تعتبر خسارة كبيرة للمشهد السياسي المغربي للسياسيين المغاربة، وخسارة شخصية لرئيس الوزراء عبد الإله بن كيران. نشكرك جزيل الشكر عبد المنعم العمراني مراسلنا من الرباط.